عارف إن في أسرار لو ابنك معرفش يحافظ عليها ممكن يتعرض للأذى؟ خصوصية الطفل مش رفاهية، دي أمان وحماية، ولازم نعلمه من صغره الفرق بين الأسرار اللي ينفع يقولها والأسرار اللي لازم يحتفظ بيها. علم ابنك إن جسمه ليه خصوصية، وأي حد يلمسه بطريقة مش مريحة أو يطلب منه يشوف أو يصور أجزاء خاصة من جسمه لازم يرفض فورا ويجي يقول. وكمان فهمه إن أسرار البيت والمشاكل العائلية مش حاجة يحكيها لأي حد. مثلا ممكن تلعب معاه لعبة الأسئلة، تسأله لو حد غريب طلب يعرف عنوان بيتنا هتعمل إيه؟ أو لو صاحبك قالك ما تقولش لحد إنه وقعت واتعورت هتعمل إيه؟ وبكده تعلمه يميز المواقف. كرر على ابنك إن في أسرار آمنة وفي أسرار خطيرة، والأسرار الخطيرة لازم يشاركها معاك فورا. وافتح له باب الكلام، خليه يحس إنه مش هتزعق أو تحكم عليه أو هتضربه. الطفل اللي متعلم يحافظ على خصوصيته طفل هيطلع قوي وهيطلع له شخصية.